السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أنه يلقاكم كي ديما بخير وعلى خير وبصحة جيدة. ففي إطار تحضير حلويات العيد إن شاء الله جيتكم بوصفة اللي فيت اللي نزلتها في القناة يعني مؤخرا، لكن جاو بزاف ديال التساؤلات في التعليقات. هذا كان أول فيديو اللي غادي يطلع في القناة ديالي، وللأسف كانوا بزاف ديال التعليقات أو انتقادات بناءة عندي أنا، كنسميهم انتقادات بناءة اللي قررت أنني نجاوب عليهم في هذا الفيديو هذا. المهم بالنسبة للوصفة ديال الفيديو، هي فقاس رقيق بدون زبدة بدون زيت، وهاد المرة فقط بكاوكاو وبالزبيب، ما درتش فيه نهائيا مكسرات يعني مختلفة او بكثرة. درت فيه فقط زلافة ديال الكاوكاو وجوج الكيسان ديال الزبيب وجا رائع. انا قررت انني نجاوب يعني بزاف ديال البنات على التساؤلات ديالهم على انه غادي يجي قاصح كالحجرة لانه ما فيهش الزيت ما فيهش الزبدة. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كل شيء بالتدقيق بالورقة والقلم كي تنقولوا. وحاولت انني ما نقطعش بزاف تاع المقاطع، لانه في الفيديو السابق بزاف البنات قالوا انني قطعت المقاطع يعني من الفيديو باش ما نبينش انه راه يعني كاين شي اخطاء او لا. انا هنا خليت لكم الفيديو طويل، كنحاول انني زمان باش ما لقيت نصغر يعني الوقت ديال الفيديو، ما نطولش عليكم في الهضره وفي التصوير، ما كنكراش لانه انا بطبعي كنمل من الفيديوهات الطويله، وكنقول راه يعني المتتبعات ديالي حتى هما غادي يملوا من الفيديو اللي كان طويل. داكشي علاش كنقص منه، ماشي لانني كنقص الاخطاء او لا كنبغي ندرك شي حاجه او لا نخبيها. ايوا في هذا الفيديو انا ما خبيت عليكم والو، جيت نشارك معكم كل شيء بالتدقيق وبالتفصيل ديال هذا الفقاس هذا اللي كيف ما قلت لكم بلا زبده بلا زيت وكيتقطع رقيق وما كيتهرسش، ونفس الوقت هشيش وما كيتشققش نهائيا، ما كيعذبكمش في التقطيع الا كتقطعوه، وما كيتهرسش لكم في التقطيع. انا كنسميه الفقاس السحري والبنه ديالو كتجي رائعه 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 رائعه. الريحه ديالو كتشموها في الدار ملي كيكون تيطيب، كتعمر لكم عرفتي بحال دايره شي بارفان في الدار بديك الريحه ديالو. وحتى يعني ملي كديريه في الباطو كتحلي ديك الباطه كتضربك واحد الريحه زوينه منها، واللي ذاقوا عندك غادي يعجبو غادي يسول عليه. ما كنزيدش فيه نهائيا، وانما انا كنعطيكم يعني الحاجه اللي شكروها لي الناس اللي كنعرف وذاقوها وعجباتهم بزاف بزاف، هي اللي كنشارك معكم، واللي بطبيعه الحال كتكون عجباني حتى انايا وكتعطيني النتيجه اللي بغيت. كاينين بزاف د الوصفات تنجرب، ماشي انا ما كنحطش فيديوهات بزاف، يعني كنجرب بزاف د الوصفات وما كيعجبونيش، يعني ما كتعجبنيش النتيجه، ما كتقنعنيش انني نشاركها معكم، كنلغي يعني داك الفيديو. كنبغي نشارك حويجات اللي يكونوا في المستوى ديالكم. نتمنى ان هذا الفيديو اللي طويل ما يكونش ثقيل على قلوبكم. اول فيديو غادي يكون يعني تاع خاص بالوصفات، وغادي يكون يعني طويل في حال هكا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تجربوا الوصفه عاد تحكموا عليها وتخليوا لي تعاليقكم من خلال تجاربكم كيفاش جاتكم الوصفه. ما تحكموش على الحاجه حتى تجربوها. ونبداو بسم الله على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاج. هنا 5 ديال الحبات ديال البيض، زلافه ديال الكاوكاو ما يعادل 250 غرام، 150 غرام ديال سكر بودره، عندي واحد 2 كيسان ديال الزبيب مقطع، 450 غرام ديال الدقيق، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، زائد 7 غرام من خميره الحلويات، وواحد 2 معالق كبار ديال ماء الزهر. هادشي فقط اللي غادي نحتاجوه. غادي ناخذ واحد زلافه ولا قصريه، غادي ندير اول حاجه الملحه، معلقه صغيره تكون عامره ديال الملحه لانها كتخلق واحد الفرق رائع في هذا الفقاس هذا. تندير البيض ديالي 5 البيضات. نسيت ما ذكرتش لكم في المكونات 2 ساشيات ديال الفاني، هما السر ديال ديك الرائحه اللي كتكون في هذا الفقاس هذا، الفاني فقط لا غير. 2 ساشيات. كنزيد هنايا الفاني وكنزيد السكر غبره حتى هو، وكنغربلو. يعني من الاحسن انكم تغربلوه لانه كيكونوا فيه واحد الكريات كيبقاو كيبانوا لكم في الفقاس من الداخل. الا بغيتو تقطعوا يعني لا طاب نص طيبه بغيتو تقطعوه كيبقاو كيبانوا.
من الاحسن انكم تغربلوه يعني بالغربال وتستعملوا الطراب اليدوي، تخلطوا به المكونات مزيان حتى كيذوب داك السكر مع البيض وكتذوب ديك الفاني. عاد هنا كنزيد 2 معالق كبار ديال الماء زهر كيعطيو واحد الريحه زوينه حتى هما في هذا الفقاس، خصوصا الا كان الماء زهر نوعيه جيده. تقدروا تضيفوا روح الزهر حتى هي كتعطي نسمه زوينه. كنخلط مزيان من بعد غادي نضيف الخميره ديال الحلويات، خماره حمراء وزن 8 غرام حتى كتنسجم. عاد غادي نزيد يعني المكسرات اللي هما الزبيب، اللي ضروري اننا نكونوا مقطعينه ضروري، ما تخليوش شي حبه ما تكونش مقطعه، واخا تقطعوه غير على 2 ولا ديروه في الهاشوار، يعني طحن غير شويه في الهاشوار غير يتهرمش باش الا درناه في الفقاس الزبيب كنعرفوا انه كيتنفخ الى دخل الفران وغادي يفرقع علينا الفقاس. داكشي علاش ضروري اننا نقطعوه. زدت هنايا كاوكاو، انا درت زلافه ديال الكاوكاو ما يعادل 250 غرام، و200 غرام ديال الزبيب ما يعادل 2 ديال الكيسان عامرين حتى الفوق. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق راه عندكم الاختيار ديروا اي مكسرات بغيتو. قلت لكم ماشي ضروري ديروا هذاك الشيء اللي درت انا في هذاك الفيديو، البيستاج والكركاع واللوز، وانما ديروا المكسرات اللي نتوما حبيتو بغيتو. تقدروا ديروا غير الكركاع، تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا كاوكاو. انا هنا اختاريت اليوم هاد 2 مكونات هادو وكميه يعني ما كثيرش بزاف. من بعد ما كنضيف الدقيق بشويه حتى يعني 450 غرام بالضبط. العجينه راها كتكون كتلصق في اليد. المهم شوفوا معايا القوام ديالها راه ما كتكونش يعني شاده في راسها. راني كندهن بواحد شويه ديال الزيت لسطح العمل، عاد كنحطها وكنبقى كندهن يديا ملي كنبغي نقسمها، لانها كتكون كتلصق في اليد. خاصها تجي فحال ما هكا باش يجي داك الفقاس زوين، ما يجيش قاصح. الا قصحتوا العجينه غادي يجي الفقاس قاصح. والسر ديالها باش ما تفرقعش وتجينا سهله في التقطيع هو ان العجينه تكون في هذا القوام هذا. تبقاو دهنوا يديكم بالزيت، راه ماشي مشكل شحال ما دهنتو ديال الزيت ماشي مشكل، دهنوا يديكم بالزيت. عاد شكلوا هذا الفقاس هذا بالطريقه اللي في الفيديو ودهنوا سطح العمل باش ما يلصقش لكم وباش ما يعذبكمش. بقاو تحيدوا يعني العجينه بواحد السباتول ولا بواحد الموس ماشي مشكل. كنحاول انني نشكل واحد الحربول اللي يكون هكا يعني يكون واقف، لان هذا الفقاس هذا كيف ما قلت لكم في اول فيديو لانه ما فيش يعني كميه من المكسرات بزاف، ما كيجيش واقف، يعني كيجي بسط واحد شويه، ما عرفتش كيفاش نقولها لكم، ما كيجيش واقف. انا كنحاول انني يعني نعطيه واحد الشكل اللي يكون شويه عند فيه الطول اكثر من العرض. دائما تبقاو تدهنوا يديكم بالزيت وما تخافوش، غير المهم ما تكونش العجينه ثاني جاريه كتحطوها وكتسيح، لا تكون شويه يعني ماشي كتحطوها كتسيح وانما كتكون كتلصق في اليد. من بعد ما كنشكل هذوك الحريبلات ديالي كندخلهم الفران اللي كيكون بارد كما شفتوا. انا حتى دخلت الفقاس ديالي للفران عاد باش شعلت عليه، وكنشعلو على 150 حتى 170 درجه من الفوق ومن التحت الا كان الفران ديال الضو، وكنخليوه حتى كياخذ هذا اللوين هكا محمر واحد شويه. ضروري ما ياخذ هذاك اللوين باش كيكون طابح حتى من الداخل ما بقاش عجينه. ملي كيتحمر هذاك الحموريه خفيفه كنخرجو كنغطيه بواحد الزيف اللي كيكون فازق وكنخليه نص ساعه حتى لساعتين صافي. وكنبدا كنقطعو بواحد الموس اللي كيكون رقيق. ضروري ومؤكد انه يكون رقيق باش ينجح لكم هذا الفقاس هذا ويجي زوين، خاصو يكون رقيق. علاش؟ لاننا ما دايرينش فيه لا زيت لا زبده. الا درنا غليظ غادي يجي قاصح، هي فاش غادي يجي قاصح بحال الحجره. ضروري من اننا خاصنا نرقوه باش يجي هشيش. احنا بغينا بالنسبه للبنات كاينين يعني اللي كيبغيو الفقاس يكون رقيق وقت كيعجبهم فقاس رقيق. بحالي انا صراحه كيعجبني هذا الفقاس رقيق. وإلا درنا قطعنا يعني الفقاس العادي اللي فيه الزبده والزيت هكا رقيق كيتهرس. ملي كديريه في بواطه ولا يعني تبغي تحوليه من بلاصه لبلاصه كيتهرس. داكشي علاش حيدنا الزبده والزيت من هذا الفقاس هذا وقطعناه رقيق، كيجي هشيش وفي نفس الوقت واخا تحركيه واخا ديريه في بواطه وتبقاي يعني كتحركي فيه ما كيتهرسش بسهوله. يعني كيتهرس ولكن ماشي بسهوله بحال الفقاس العادي.
الفقاس العادي الا قطعتيه رقيق غير تحوليه مثلا من بواطه لبواطه غادي يبان لك بدا كيتهرس. وهذا الشيء علاش واخا ما فيهش هاد جوج مكونات راه ما كيجيش قاصح، لاننا كنقطعوه رقيق. من اسرار ديالو يتقطع رقيق ويتقطع بموس ماضي. واخا انا هاد الموس هذا راه يعني كنت خديته للفقاس ولكن استعملته من وراء الحوايج اخرين وعاودت قطعت به هاد المره هذه الفقاس. وشوفوا معايا راه كيتقطع بكل سهوله، غير المهم الفقاس يكون ماضي شي شويه. كيتقطع بكل سهوله، ما كيعذبكمش، ما كيتفرتتش، ما كياخذ لكم الوقت في التقطاع. شوفوا معايا كيفاش كيجي، راه غير دوك جوج مكونات يعني دوك جوج فواكه جافه كيجيو فيه رائعين. انا صراحه عجبني هذا تاع كاوكاو كاع على كثره المكسرات. هذا كيجي فيه داك المذاق تاع كاوكاو باين، خصوصا اللي عزيز عليه المذاق تاع كاوكاو. انا كنحماق على اي حاجه فيها كاوكاو، داكشي علاش عجبني هذا اكثر. من بعد كنصطفوه في الطابه، يكون كله هو غادي تيشوف في جهه واحده باش يتحمر لينا في نفس القياس، وكندخلوا الفران على درجه 180 ونردوا البال لانه دغيا كيتحمر. حيت رقيق كاينين بحال هنايا دوك الفقاصات اللي كيكونوا في الجناب راه كيسبقوا يعني كيتحمروا. باش ما نضيعوا في حتى شي حبه غير يبانوا لكم يعني شي فقاصات خداو هذا اللوين هذا، حيدوهم ورجعوا الاخرين يتحمروا، راه ما كياخذش الوقت بزاف. انا هذا كيجيني اسهل دوازاتي او لا حلوه غادي تقدروا توجدوه على العيد. سهل بزاف، كيوجد في وقت قصير. زعما غير جربوه على حسابي. من بعد ما تحمر لي الفقاص ديالي كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين يعني هماوي. المنظر ديالو زوين والمذاق حتى هو رائع. عرفتوا الريحه ديالو فاش كنطيب كنتعاطي في الدار كاملها، والشكل ديالو زوين والمذاق حتى هو ديالو رائع. بطبيعه الحال ما كاينش ما احسن من الفقاص ديالنا البلدي العادي، ولكن هذا كيجي حتى هو رائع. ونبدلو شويه المنظر ونبدلو شويه المذاق. وراه كيتباع غالي يعني داك اللي كيكونوا فيه مكسرات كثيره وغاليه بحال اللوز والكركاع والبيستاج وانواع كثيره من المكسرات راه كيتباع غالي، كيتباع ب 150 درهم 200 درهم. راني سولت عليه عاد كنت شاركته معكم، لكن الا صوبتي في درك كيصح عليك ب 80 درهم الا كثرتي. هذا اللي فيه يعني مكسرات غاليه. اما هذا تاع كاوكاو والزبيب راه كيصح عليك باقل ثمن ممكن، ثمن قل من الثمن باش كنقادو الفقاس البلدي ديالنا. وانا هنايا درتو خويته مباشره، يعني قصدت انني نخويه بهذه الطريقه في البواطه باش تشوفوا على انه ما كيتهرسش، يعني واخا ديروه في البواطه وتحركوه كيبقى هو. وفي نفس الوقت الا جيتو بغيتو تقسموا ولا كتاكلوا كتكون فيه واحد القرمشه وواحد الهشاشه زوينه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. سمحوا لي بزاف واخا طولت عليكم فيه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي تجاربكم تحت الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد.